السلام عليكم. اليوم نوضح لكم الطريقة الكاملة بالتفصيل لعمل خزان أرضي. والخزان الأرضي يجب أولا تحديد مقاسات الخزان الأرضي، وبعدين نبدأ بالعمل وفق خطوات محددة ومدروسة، كل خطوة تتلو الأخرى. نبدأ بالخطوات الأولى لعمل خزان أرضي. أولا عزل القواعد. نقوم ببناء جدار من البلوك من الأربع الجهات بالعمق والأبعاد المطلوبة. بعد ذلك بيتبقى معنا المخلفات فيما بين القواعد، يجب إزالتها ووضع مكانها صبة بالخرسانة مع الأحجار ليتم تسوية أرضية الخزان على مستوى القواعد، بحيث يكون توزيع ووزن ثقل الخزان على السطح ككل وليس على أجزاء محددة من القاعدة فقط. الخطوات الأولى: أولا عزل أساسات المبنى، ومن ثم بناء جدار من البلوك الدائري، وعمل فرشة نظافة من الخرسانة العادية، والآن عمل حدادة لفرشة نظافة أخرى بالخرسانة المسلحة. هذا بعد صبة النظافة بالخرسانة المسلحة. بعد الانتهاء من صبة النظافة يتم عمل طرطشة للخزان للبدء بأعمال الياسة، مع عمل شطفة في نقطة التقاء الجدران مع الأرضية. الشطفة هذا خاصة بأعمال العزل بلفائف البيوتومين. بعد الانتهاء من الياسة وأعمال الرش يتم الطلاء بالبيتومين البارد. الوجه الأول بيكون مائي والوجه الآخر بيكون زيتي. في اليوم التالي الجفاف العازل البارد بنكون قد حضرنا طبقات العزل، وطبقات العزل مكونة من جزئين: الجزء الأول رولات والجزء الآخر ألواح حماية. بالنسبة للرولات يتم اختيار نوعية ممتازة مدعمة بالبوليستر، أما بالنسبة للألواح فهي طبقة حماية لهذا العزل. الأعمال النهائية لعزل الخزان برولات البيتومين المعزز بالبوليستر. بعد عزل الرولات يتم تركيب حماية للرولات. عمل شطفة الياسة في السابق كانت لضمان عدم تكسر رولات العزل. هذا ألواح حماية لعوازل الرولات. تم عمل طبقة خفيفة من صبة النظافة بالخرسانة العادية مع السيكا حماية لرولات العزل الأرضية. في البداية وضع حمالة من الحديد على البسكوت قبل بدء أعمال الحديد. تم تسليح الركة الثانية على شكل كرافتات. شروط تسليح الخزان أن يكون الأسيخ الأفقي في الجوانب، أما البرندات تكون من الداخل، بعكس تركيب المصاعد تكون البرندات من الخارج والأسياخ الأفقية من الداخل. أما بالنسبة للقاعدة عبارة عن ركتين أيضا. الركة الأولى فوق حمالات عبارة عن فرش وغطاء، القصير فرش والطويل غطاء. أما الركة الثانية فوق كراسي وبتكون عكس الركة الأولى، الطويل بيكون فرش والقصير غطاء. هذا بالنسبة لتسليح الخزانات. الغطاء الخرساني بيكون 5 سنتيمتر من جهة الجدار و5 سنتي من جهة الداخل. وهنا بنلاحظ تم تسليح الخزان على شكل كرافتات، سواء في نقطة التقاء كل جدارين أو نقطة التقاء الجدار مع الأرضية، وهذا لمواجهة العزوم الناتجة من الضغط في الخزان. الآن تعتبر الأرضية جاهزة للصب. معنا بعض الملاحظات نذكرها، من ضمنها الغطاء الخرساني. الغطاء الخرساني يكون في الخزانات من 5 إلى 7 سنتي، ويتم تحديده بواسطة وضع بسكوت خرساني فيما بين الحديد والقوالب الخشبية أو الجدران أو الأرضيات. الملاحظة الثانية: عند صب الخرسانة المسلحة لأرضية الخزان أو الجدران أو السقف يتم إضافة المواد اللازمة لمثل هذه الأعمال مثل مواد السيكا. أيضا الملاحظة الثالثة: يتم الرش بالمياه قبل أي عملية من عمليات الصب.
بالنسبة لصب أرضية وسقف الخزان يكون بتغطية الرقة الأولى بالخرسانة مع استخدام الهزاز، ومن ثم تغطية الرقة الثانية أيضا مع استخدام الهزاز. بين كل مرحلة صب وصب يجب عمل وتر ستوب، مثل الأرضية مع التقاء الجدران يتم عمل وتر ستوب، أيضا التقاء الجدران مع السقف يتم عمل وتر ستوب. الوتر ستوب نوعين، النوع العادي والنوع الآخر نوع انتفاخي كما هو موضح في الصورة. النوع العادي يتم تركيبه قبل صب الأرضية، بحيث يتم صب الجزء الأول مع الأرضية والجزء الآخر يتم صبه مع الجدار. أيضا وتر ستوب آخر مع الجدار والسقف. بالنسبة لتركيب الوتر الستوب الانتفاخي يتم تركيبه بالطريقة الآتية: أولا تنظيف أرضية الخزان ونفخها بالهواء لضمان إزالة جميع الأتربة وضمان التصاق تام للوتر الستوب. كسر الوتر الستوب بالطول المحدد وتثبيته على الأرض باللاصق المحدد من قبل الشركة المصنعة وبالطريقة المحددة أيضا من قبل الشركة المصنعة. يكون التقاء نهايات الوتر ستوب بهذا الشكل متجاورين وبما لا يقل عن 20 سنتيمتر. يجب تغطية الخزان وقت الدفع لضمان عدم نزول أي أتربة. بعد تدعيم الخزان يتم صب الجدران ويتم رش الخرسانة المسلحة في حدود الأسبوعين. الآن مرحلة صب سقف الخزان. تم عمل الشتة الخشبية لسقف الخزان، أيضا عمل وتر ستوب فيما بين الجدار والسقف مع عمل طبقتين من الحديد رقتين مع تجهيز إمدادات السباكة اللازمة وعمل غطاء خرساني بالبسكوت الخرساني 5 سنتيمتر حماية للحديد. قبل أي عملية صب يتم الرش بالمياه. يتم إضافة المواد مثل السيكا إلى الخلاطة قبل عملية الصب. بالنسبة لصب سقف الخزان كما هو في القاعدة، يتم أولا صب الرقة الأولى مع استخدام الهزاز ومن ثم الرقة الثانية أيضا مع استخدام الهزاز. يتم رش الخزان 2 إلى 3 مرات يوميا وفي مدة في حدود الأسبوعين. أيضا يتم توصيل جوانب طبقات العزل ليتم عزل سقف الخزان بنفس الطريقة التي تم فيها عزل الجدران مع الأرضية، وتتمثل باطلاء بالبيتومين ومن ثم تركيب رولات العزل. يتم عمل صبة حماية لطبقة العزل الخاصة بالسقف. بعد الانتهاء من أعمال الرش بالمياه للخزان من الداخل ومرور 20 يوم يتم فك الشتة الخشبية للسقف والبدء بأعمال المعالجة الداخلية للخزان بدءا بالصنفرة مع الأخذ بعين الاعتبار التدابير اللازمة من تهوية وغيرها. مرحلة اختبار الخزان. يتم ملء الخزان بالمياه وقياس مستوى منسوب المياه في الخزان لمعرفة عدم وجود أي تسريبات في الخزان. يترك الماء حوالي من 3 أيام إلى أسبوع ثم رجوع القياس مرة أخرى وحساب الفرق في القراءتين. في حالة هبوط مستوى المياه في الخزان بمقدار 1 سنتيمتر إلى 2 سنتيمتر فهذا يعتبر الحد الطبيعي، أي أنه لا توجد مشكلة، ولكن إذا كان الفارق أكثر من ذلك فمعناه وجود مشكلة يتم معالجتها قبل البدء بأعمال العزل. بعد الصنفرة والاختبار يتم تجهيز وتأهيل سطح خرسانة الخزان من الداخل لاستقبال مواد العزل، والتجهيز يكون بمعالجة سطح الخزان بالجراوت وأيضا عمل نعله بالجراوت. يتم خلط الجراوت وفق ما هو محدد من قبل الشركة المصنعة، خلط ميكانيكي مستمر لمدة 3 دقائق مع إضافة المادة الخاصة بالجراوت. تم عمل نعله بالجراوت مع الSPR
في نقطة اتصال الجدار مع الأرضية، أيضا في نقطة التقاء الجدارين. بعد تجهيز سطح خرسانة الخزان من الداخل، ننتقل إلى مراحل العزل. والعزل هنا بيكون على مرحلتين: المرحلة الأولى العازل الإسمنتي، والمرحلة الأخرى العازل بالإيبوكسي. يتم تجهيز العازل الإسمنتي وفق ما هو محدد من الشركة المصنعة، وذلك برج العبوة السائلة وإضافة ثلثي الكمية مع الخلط الميكانيكي، ثم الإضافة التدريجية للعازل الإسمنتي مع الاستمرار بالخلط الميكانيكي لمدة لا تقل عن 3 دقائق. بعد ذلك يتم إضافة الثلث الأخير من الكمية السائلة والاستمرار بالخلط الميكانيكي للحصول على خليط متجانس من العازل الإسمنتي. يتم تطبيق الوجه الثاني من العازل الإسمنتي بعد جفاف الوجه الأول، أو بمرور مدة لا تقل عن 6 ساعات من تطبيق الوجه الأول. وهذا أحد النماذج للعازل الإسمنتي عالي المرونة. بعد الانتهاء من عمل العازل الإسمنتي والرش بالماء لمدة لا تقل عن 3 أيام، يتم عمل لياسة أو طبقة حماية وتنعيم مثل سيكا ريب فاين، ويتم خلطها كما هو محدد من الشركة المصنعة. بعد الانتهاء من الخلط الميكانيكي، يتم وضع المادة على سطح العازل الإسمنتي على وجهين: الوجه الثاني بعد جفاف الوجه الأول، أو بمرور مدة لا تقل عن يوم كامل من الوجه الأول، ومن ثم الرش بالمياه لمدة لا تقل عن 3 أيام، والانتظار لحين تصلب المادة خلال 28 يوم. بعد ذلك يتم صنفرة الأسطح الداخلية للخزان والبدء بأعمال المعجون الإيبوكسي وتأهيل الخزان لعمل العازل الإيبوكسي. الآن المرحلة الأخيرة من مراحل العزل، العزل بالإيبوكسي. طريقة خلط الإيبوكسي: يتم خلط الجزء أ ميكانيكيا، ثم إضافة المكون ب بالمقادير المحددة من الشركة المصنعة، إما باستخدام المعايرة باللترات أو بالميزان الإلكتروني بحسب ورقة المواصفات. ويتم الخلط بشكل مستمر لمدة 3 دقائق حتى يتم تحقيق مزيج موحد، وذلك باستخدام محرك كهربائي منخفض السرعة 300 إلى 400 دورة في الدقيقة. ومن ثم يتم صب المواد في وعاء نظيف ويقلب مرة أخرى، ويتم تطبيقه باستخدام الفرشة أو الرولة أو عن طريق الرش. بعد عمل الوجه الأول كأساس، يتم مفاقدة وضعية الجدران في حالة وجود ثقوب أو ما شابه ذلك، يتم معالجتها. تم الآن معالجة السطح. بعد المعالجة الأخيرة بيتم عمل وجهين إضافيين: الوجه الثاني بعد جفاف الوجه الأول بما لا يقل عن مدة يومين. يجب أن تكون الأسطح نظيفة وقوية ذات إجهاد لا يقل عن 1.5 نيوتن لكل مليمتر مربع، وجافة وسليمة ومتجانسة، خالية من الزيوت والشحوم والغبار وحبيبات الطلاء أو غيرها من المواد التي قد تؤثر بشكل سلبي على قوة التماسك، مع التأكد من نسبة الرطوبة السطحية بحيث لا تتجاوز 4%. ويتم تجهيز السطح ميكانيكيا لإزالة الطبقة السطحية الضعيفة مع معالجة الشروخ السطحية والبثور باستخدام سيكادور BF. بعد الانتهاء من العزل بالإيبوكسي يترك فترة تعافي لمدة أسبوع، بعدها يتم غسيل الخزان وتعبئته بالمياه.
طبعا القصبة الأولى لنزول المياه والأخرى تهوية.